في الثورة كانت نائب مسؤول المالية. نعم مسؤول المالية. وتخليت على ولا طلبت إعفائك منها في؟ لا تخليت، ماهوش طلبت، تخليت لسبب، لأن في كي يوقف القتال كثرت الاشتراكات. وأنا ما هضمتش هذا الموضوع، ما استطعتش نهضمه، لأن هي في الحق كي يوقف القتال بالنسبة للثورة خضعت احتياطاتها. ما كانش المجاهدين ما كانوش سايقين في فرنسا، كانوا دائما ينتظروا فرنسا تنقض العهد نتاعها. ولهذا في تلك المرحلة ركزوا على توسيع الأعمال وجمع الموان وتخزينها، تنظيم الشعب، جمع الشعب، تصفيفه، توعيته، هذه كل، لأن كانوا ينتظروا في فرنسا ديرشي. وكانت في ذيك المرحلة اشتدت عملية اليد الحمراء، هذيك المنظمة الإرهابية، في القتل والحرق، وانتشرت رئيس وانتشرت في كل الجزائر، وخاصة في المناطق الصحراوية اللي كانت في عملية تقليل في السنوات 58 و 59 كانت عملية تقليل، لكن في 60 و 61 و 62 أثناء بعد وقف القتال يعني تقوت الأعمال نتاعها والعمليات نتاعها، لأن شاركوا فيها بعض اليهود والمتطرفين الفرنسيين اللي متواجدين في المنطقة، وكذلك الجيش الفرنسي غض الطرف عليهم، يعني خلاهم يتحركوا بحرية. سي الحاج، يعني في ذيك الفترة كان يحضر للاستفتاء، كان الأمور يتحضر للاستفتاء، وكانت الأعمال من جانب الثورة الأمور عادية كما كانت في السابق، إلى العمليات اللي توقفوا، العمليات الحربية اللي توقفت. أما الأشياء الأخرى كل كانت بقات كما هي تمشي، المسائل النظامية الأخرى، السياسية، التوجيهية، جمع الأموال، جمع التموين، جمع الألبسة، هذه قعدت إلى علنت الدولة الجزائرية في 5 جويلية استقلال الجزائر. بل نمشوا للاستقلال، يعني بالريان تشملت بالاستفتاء اللي داروا حول تقرير نعم؟ المصير. بالريان شاركت في الاستفتاء اللي داروا حول تقرير المصير. شوف، المناطق الصحراوية كانت أعلى نسبة في الانتخابات، وإن كان هو الوطن كل شارك عن بكرة أبيه، لكن في المناطق الصحراوية كانت تنجم تقول 99.99%. إعلان صريح اللي كان يقول باللي أن الصحراء فرنسية جاء مرة عن طريق الاستفتاء. هذا جانب، وكان جانب واحد آخر كذلك، كان النظام متحكم، نظام الثورة كان نظام الثورة متحكم، وكان التوجيه الثوري والجهادي والوطني كان مستمر، لأن كانت مجموعة في كل بلدية مجموعة من المجالس. هذه المجالس كان دورها مهم، بالرغم أن يقول لك عضو مجلس، لكن كان عندها دور مهم في قضية التوعية وقضية تحصين الشعب والرص نتاع الصفوف نتاعو. كان لعبت هذه المجالس دور مهم في هذا الموضوع. ثم قضية الاستقلال هي في حد ذاتها كانت في الصحراء معناه ما كانش هكذا أشياء اللي توحي. كان شبه التحرير الوطني وجيش التحرير وانتهى، ما كانش شيء واحد آخر، ما كانش تفكير واحد آخر، لأن من اللي بدأت فرنسا علنت أنها تحاول فصل الشمال عن الجنوب، الناس تيقظت يقظة تامة، خاصة في تلك المرحلة كانت التجارب النووية، وكان الشعب معنا مشمئز من هذا العمل، لأن كان يعني حاس
من النتائج نتاع هذه الأعمال فيما بعد. وفعلا هي الآن راهي الناس لا زالت الناس تعاني من خلفية تلك التجارب إلى يومنا هذا. فهذه كانت الروح الوطنية والالتفاف حول الثورة كان قوي في المنطقة، خاصة في مرحلة 60 61 62 أصبحت الأمور حتى في حالة الزواج، حالة الطلاق، حالة الوفاة، أصبحوا الناس يلتجوا إلى المجالس الثورية يسجلوا في قضية العقود تاع الزواج، قضية عقود، حتى عقود البيوع كانت تسجل في، وكاين دفاتر راها موجودة. كاين دفتر عند السماحي بن سلامة، كاين دفتر خلاه سي إبراهيم ربي يرحمه مش عارف وين راه، كان دفتر خلاه، كاين دفاتر ما زال تحمل يعني بينات من هذه الأعمال. يعني احنا الان رانا نقترب من الاستقلال، ولا واحد على باله باللي رانا جاي الاستقلال ولا راه 5 جويلية الاستقلال. كاين يوم تاع الاستقلال في راسه راه جاي، ولكن هل كانت الناس خلاص امنت باللي الحقنا الوقت الاستقلال ام مازال كاين؟ لا، ظهرت الفرحه وبدات المهرجانات كي وقف القتال. قبل اعلان الاستقلال كيفاش كان الجو العام؟ لا هو الناس استبشرت خيرا بالانتصارات، لان في تلك المرحله كانت انتصارات جيش التحرير متتاليه، وكانت انكسارات فرنسا كذلك متتابعه، كانت دائما انتصارات جيش التحرير. وكانت المفاوضات الأخيرة كانت كذلك تقترب من النتيجة المطلوبة اللي تسعى وراءها جبهة جيش التحرير الوطني. هذا الروح كانت الناس مستبشرة خيرا، وكانت القلوب منشرحة، ماهيش كما كانت، وكان الناس مستعدة، وكما تقول أنت يعني تقريب لاحت الخوف. إلا طبعا هذا سبحان الله سنة الخلق، إلا البعض اللي دائما متحفظين، لكن الأكثرية كل في هذا، وأنا أتكلم على برية لأنه بلدتي، الأكثرية كل الناس مستبشرة خيرا، لأن في دائما نذكر في الكلام اللي قالوه بعض المجاهدين في تلك الفترة، وحتى في الاستقلال، يقولوا باللي كنا كي نوصلوا البرية نحس بالراحة. يقول سعيد عباده رحمه الله، قال احنا وقالها محمد من المنيعة، وقالها قداش المجاهد وقداش نطار، يقول احنا في بوكحيل ما نحوس بابطنا في براين ندخلوا الحمام نتحموا. وهذا كان الشعب كله مستعد وكله على باله، ولكن الأمور عادية. يقول هذا محمد نتاع من المنيعة، محمد لزعر، أنا عميه محمد لزعر، يقول احنا بالنسبة لنا جينا من بوكحيل، وهذا قلتها في شاهد بريان، قال فتحوا لنا الحراس، هم اللي فتحوا لنا الباب. قال دخلنا، اتصلنا بالمسؤول، سلمنا المهام، لقينا الخبز سخون، لقينا القهوة سخونة، لقينا ريحنا. قال يلا بعد ساعة، قال بعد يتحدث مع المسؤول سؤال وجواب وهكذا ودردشة، قال يلا، قال مشينا، قال نمشي في الشارع، تلقى مع الطفل، مع المرأة، مع الكبير، مع الصغير، قال عادي، الناس كل واحد في حاله، ولا واحد ما مشغل بيك. قال دخلنا البناية، قال هذا البناية قلنا معليش هذا لعل مركز واحد آخر تاع جيش نجد فيه. قال دخلنا البيت فيها هكذا أفرشة وفيها، قال نحوا الحوايج نتاعكم. قلت الله احنا شيء. قال استسلمنا، علقنا السلاح نتاعنا، نحينا الألبسة نتاعنا، درنا هذاك الستر للإنسان، وقال دخلنا الحمام. قال طول المدة اللي قاعد هنا في الحمام وأنا نخمم وين نخرج.
قال صح تحممنا خرجنا، قالت لقينا الملابس الجديدة الداخلانية جديدة، لقينا المشروبات، لقينا الفواكه، لقينا هكذا. قال شفنا لبسنا حوايجنا، كلينا الفواكه، شربنا المشروبات. قالوا لبسنا حوايجنا ولبسنا احنا ولينا. قال قلت هذه البلاد حقهم وليها كل ياخذوا البطاقة نتاع الاعتراف بالجهاد.